السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة راح جبت لكم وصفة خفيفة ظريف كالعادة، بتي فور المحلات، وراح يكون خير من تاع المحلات كي تتبعي الوصفة معايا. أنا عندي 3 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ، وعندي كأس يرفد 120 مليلتر سكر حبيبات راح نضيفه، وعندي مغرفة معمرة على فاني، وعندي رشة تاع ملح بين أطراف الأصابع. راح نطلع البيض تاعي ونعاود ونرجع. بعد ما طلعت البيض نتاعي وتضاعف الحجم تاعو كيما هكا بالشكل هذا ويتغير اللون تماما ويذوب السكر معانا، راح نضيفه عندنا كأس ونصف تاع زيت، راح نضيفهم تدريجيا مع البطير. بالشكل هذا حتى ما يهبطش البيض. بعد ما كملنا الكمية نتاع الزيت اللي هي كأس ونصف، نفس الحجم تاع الكاس تاع السكر اللي كيلنا بيه السكر، ضفنا بيه الزيت على شكل خيط حتى حصلنا على الخليط هذا. درك راح نتوقفوا بالبطير، راح نضيفوا مغرفة تاع لارون تاع الكراميل، اللمسة هذه راح تعطي احمرار البتي فور نتاعنا. راح نضيفوا كأس تاع لامايزينا، كاس معمر لازم. بعد البتي فور تاعنا يجي خفيف، نحركو غير بشوية. راح نضيفوا الفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على القوام اللي نحوسوا عليه. ما ننسوش ان راح نستعملوا البوش، لازم العجينة تكون نوعا ما طرية، تكون شادة روحها كيما تاع لمبوط. انا راني نضيف الكاس الاول والثاني ونشوف اللي راح نروحوا للثالث ولا لا. راح نروح معاه غير هكا بالعقل. نعتذر لك مع الصوت تاعي لاني شويه مريضه. بعد تحصلي على نتيجة خير من تاع المحلات، لازم توسعي بالك في الحلويات، لازم تروحي معاها غير بالعقل. راح نضيف الكاس الثاني،
الطريقة هذه اللي قاعد ندير فيها باه تقعد الحلوى نتاعنا خفيفة وهشوشة. انا راني ضفت 2 كيسان وراح نروح للكاس الثالث، لكن ما راحش نضيفه دفعة واحدة لانه العجينة راح تكون ايبس شوية من هاك. هذا الكاس الثالث راح نضيفه غير بشوية ونشوف راح نكمله ولا لا. انا راني كملت الكاس الثالث، كملته كامل، راح تجيني سوا سوا. اذا بعد ما كملت الكاس الثالث ها هي العجينة نتاعي اللي كنت محوص عليها واللي تحصلنا عليها. ما هيش طرية خلاص مطلوقة، في نفس الوقت ما هيش يابسة بالقوام هذا. راح نعمرها في البوش ونرجع. بعد ما عمرنا البوش تاعنا راح نشكلو الاشكال اللي نحبوها احنا. تكون حبة طويلة راح نعدلوها بالشكل هذا. راح نكملو كامل الكمية، نعاودو ونرجع. إذا بعد ما كملنا البلا، هذا البلا الأول، تكوني سخنتي الفور مسبقا على 180 درجة، تجعلينه من الفوق ومن التحت حتى يتحصل على اللون اللي تحوسي عليه انتي ونرجع. إذا بعد ما طابت الحلوى نتاعنا باللون هذا كما سبق وذكرت، لاروم تاع الكراميل راح يعطيها لون وطعم وراح تجي خير من تاع المحلات. هنا عندي معجون المشماش، نعتذر على الصوت راني نتحدث بالسيف. هنا عندي معجون المشماش، راح ندهن الكعبة نتاعي بالشكل هذا. انا راهي عندي 100 غرام تاع شيكولا الحليب، ذوبتها، ضفت لها مغرفة تاع زيت. كي نلصقو الحبة نتاعنا راح نضيفو الشيكولا على الاطراف. نحطوها على الصوتي كويسون حتى تشيح.
ونشوف الحلوى نتاعنا كي تكمل في الصحن. نلتقي. حلوة البتي فور تاعنا بعد ما كملناها لصقناها وزيناها بالشوكولا بهذا الشكل. راح نقسم معكم حبة باش تشوفوا الهشاشة نتاعها قداش تجي هشيشة ومبسة. غير بكيس زيت ونصف تحصلي 3 بيضات، تحصلي على كمية وفيرة تاع البتي فور، بنة وقرمشة في نفس الوقت. أتمنى تجربوا الوصفة نتاعي، أتمنى تنال رضاكم، وإلى ملتقى واحد آخر في فيديو جديد، وباي باي.